شاب يمني قتل جنيا ظنا منه أنه عدو، فتلبسه والد الجني وأخضعوه للمحاكمة وهو على هذا الوضع منذ أيام ويدافع عن نفسه في محكمة الجن. الموضوع حقيقي عزيزي المشاهد، بل هو القضية الأولى في اليمن هذه الأيام. جميع تفاصيل القصة ستجدونها في هذا الفيديو، لكن تأكد قبل البدء أنك مشترك في القناة واضغط على زر الإعجاب في طريقك. أحمد ياسين العنتري هو عسكري يمني يعمل في منطقة شبوة، ويقال إن القصة بدأت قبل عدة أسابيع عندما تجسد جني على صورة رجل وظهر لأحمد، فخاف هذا الأخير وأطلق النار على هذا الرجل أو الجني وقتله على الفور. بعدها ربطه الجن وأخذوه لمحكمة الجن في شبوة وأجروا له محاكمة. وهناك مقطع لجلسة المحاكمة يظهر فيه أحمد وهو غائب عن الوعي وخائف ويتمتم بكلام غير مفهوم نوعا ما. سأعرض عليكم المقطع بعد قليل، لكن قبل ذلك دعوني أقص عليكم تفاصيل الحادثة كما وصلتنا على لسان شيخ من اليمن والذي رقاه وعوذه وقرأ له. هناك تسجيل صوتي لهذا الشيخ تناقله الناس وانتشر بشكل كبير مدته حوالي 4 دقائق، لكنني سألخص لكم أبرز ما جاء فيه. يقول هذا الشيخ: أتانا أحد الإخوة من الصبيحة وهو عسكري في شبوة ويوجد عليه أثر المس، يعني جاءنا وبه جني متلبس في جسده. فلما قرأت عليه خرج الجني من جسده، ثم بدأ هذا الرجل يكلمني فقال لي: كنت في موقع في شبوة، ثم جاءني شخص جسده كله مظلم فأخافني وأفزعني، لهذا أطلقت عليه الرصاص على جسده فمات هذا الشخص الذي جاء إليه وهو من الجن. وهذا الجني ينتمي لقبيلة آل الشيخ من شبوة، وطبعا هم جن مسلمون. فمرض هذا الشخص يعني أحمد وحصل له ما حصل، وأخبرنا أن الجن أخذوه وأنه يرى نفسه مقيدا ومكبلا بالسلاسل، ومنعوه من النوم ومن الصلاة ومن الأكل ومن أشياء كثيرة، وأدخلوه إلى أماكنهم كما أخبرني بنفسه، حيث وجد عندهم أموالا كثيرة وذهبا، وكادوا أن يقتلوه، خاصة أم المقتول من الجن. لكن قام أحد مشايخ الجن المسلمين وحكم أن تدخل القضية إلى المحكمة، ولكن والد الجني المقتول ما يزال يتلبس هذا الشاب. ويشير هذا الشيخ في تسجيله الصوتي إلى أن عددا من الجن المسلمين يدافعون عن الشاب أحمد، وقضيته ما تزال منظورة أمام محكمة الجن، وهم أخذوا عددا من الشهود الجن، ولكن تم الاعتراض عليهم كونهم غير مصدقين ومن أهل المقتول، وهذه شهادة لا يتم القبول بها. يقول هذا الشيخ: طلبت أن أتحدث مع الجني والد القتيل، وبالفعل تحدث إلي بلسان أحمد وقال إنه قتل ابنه وهو يريد قتله لأنه قتله عمدا وعدوانا. ولكن الشيخ بين له أن الجني تصور للشاب بشكل مخيف وبشكل ابن آدم، وخاف الرجل أن يقتله ويعتبر أنه هو المعتدي على الجندي أحمد. ولكن والد الجني رفض أن يقتنع برأي الشيخ وطلب تقديم رأس، أي الأخذ بالثأر، سواء بتنفيذ القصاص على أحمد أو أحد أقاربه، أو تسليم دية وتسليم سلاح أحمد الذي قتل به الجني. وهذا ما تم رفضه في النهاية، وتم الاتفاق أن يترك الجني حال أحمد لأجل أن ينام ويأكل الطعام، وأن تأخذ القضية مجراها لدى القضاء الخاص في الجن، لا سيما وقد عقدت عدة جلسات لمحاكمة أحمد. الآن دعوني أعرض عليكم المقطع الذي تناقله الناس بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أحمد وهو يخضع للمحاكمة من قبل الجن، حيث ظهر وهو يناقشهم ويواجههم ويرد على أسئلتهم، كما وضح لهم أن ابنهم يعني الجني هو الذي ظهر له بهيئة وحش وأخافه، لهذا قتله ولم يعتدي عليه. إليكم المقطع ونلتقي بعد حوالي 5 دقائق. هذه تعطيني تقريبا واحد التحرش صدادة. أنت منين أنت؟ أنا لعنت. عاد منين؟ ملعن. صلى على النبي يا شيخ. تجيب كان يجي سنة تحاكمني، صرح ذي المرأة العجوز وبنيها حرام يتحمل ذنبهم، صرحهم مش ناقص كني معي هذا الإنسان عني ناقص العجوز. أنا
صراحة من هنا ولا هذا أم المقتول ولا يمه ما هذا عارق ولي الشرع وأبوها أبوه جالس مش فارق ربطوه والله يا تربطني حرام أنا أقول لك إذا ربطوني إذا طم بسكا من شيخ وطرف خلوا مش مربط مش فار والله إني جالس عندك حلف يمين والله ما حلف لك إني أنا جالس وين فر وين كان فرلان وين فر وصلتني يا أخي البراد وين فرلان خلاص أحكم عليك هذا الشيخ شوف السلاح اللي كلمني عليه الآن مش جابه وأنا كلمته كل له جيبه جيبه يا شيخ كذاب مش سلاح خلاص كيف قتلت ما ادري والله ما داري ما من سلاح قتلت والله ما داري ما من سلاح كذاب من سلاح عند أحمد عادل والله لا أذكر أحمد عادل مش معه والله ما معه سلاح حرام يا شيخ أمرني بس أمر الآن بجيبه أنا أحمد حرام بمسح بالأرض والله بتروح ولا بتلمسه حرام إذا لمسه يا شيخ ويسمع إذا لمسه ولا يآذيه إني قاتله مش قاتله ظلم الآن شوف أنت تسمع بقتله ظلم بالمرة خلاص بتجيب السلاح أخي إني أقول لك بلا سلاح أنا بلا سلاح منين جيب لك سلاح منين من الجن الشيخ غيرك بنيري واصل تكتب والله هذا الكتاب والله أنا تكتب كم ما تكتب والله ما كمل بنيري اهدى يا ابني اهدى حاول تهدى يا ابني كيف الأخو عادي يتحلف بعد بتعمل بذنبه بعد أخوه بعد ما تقولوا أنا حتى قتلته يسرع من أنا يسرع والله بيتحمل بذنبه بعد أخوه والله مش عاد ناقص أنا خدني يسرع له من عندي يسرع ولا والله بقتل أمه بعد أخوه كله كن بنيري لو كن مش تعيش ولا بقاتل تمشي ولا كيف مش قتلته برضاي إني أقول لك مش قتلته برضاي مش قتلته برضاي ليش مش مصدقني أنت خلاص أحمد هولندا شروط يا أخي شايف كيف شروط أنت بعقلك عشان أقتل إنسان آدمي بعقلك أنت ذا يا شيخ وين عقلك أنت عارف شيخ وين عقلك إنسان على إنسان آدمي خلاص مش عاد تقتل دخل معه بيمشي لا دخل معه بيضمك مع بني ومع قبيلته مش سمعه شيخ مش شاع أنا كيف مش مع قبيلة يتيم ولا مقطوع من شجرة أنا ما قبيلة ما أهل ما كل شيء اسمعني الله يرضى عليك أحمد اسمعني الله يرضى عليك أخي تعال أمي ما عليك تعال حرام أحمد بيسكنك بمشيخك على كل القبائل عشبوه والله لا تمشيخنا على قبائل العالم كامل مش شقة ولا شام ولا اشتي قبيلة ولا اشتي مشيخة خليني وده أحمد بسم الله عني بسم الله اللهم صل وسلم عليه يا أخي ليش هتمشي تبين ذرة ندم فيك يا أخي على حق يا أخي على باطل باطل ماشي باطل خليتوني باطل هذا لو كنت 3 أسابيع معذبيني باطل ليش هكا شو الأهالي يفتقوا علي وأمي وأبو الشاي يموتوا قبواطن بسببكم والله شوفوا يا تحكموا بالحكم اليوم تقتلوني ولا يا شيخ تفنيني أنا وياه نتلاعبق لما كل واحد يقتل الثاني لا أنا ماش تقتلك ايش تضمك معي بس والله لا تحاول كم بتحاول حرام ما دخلت مع قبيلتك أما اسمعني أقول لك شيخ
بعد انتشار هذا المقطع على نطاق واسع، أصبح الناس يترقبون قرار محكمة الجن وماذا سيكون حكمهم على أحمد. وبالفعل نشر خبر يوم أمس تصدر الصحف اليمنية والصفحات اليمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو إعلان والد الجني المقتول عن التنازل عن دم ولده وسامح أحمد في الدنيا والآخرة. وقد طلب والد الجني التزامات من والد أحمد بألا يتهور ابنه مرة أخرى، بينما طلب والد أحمد من والد الجني ألا يعترض ابنه مرة أخرى. كما أعلنوا أنه سيتم الإفراج عن أحمد من قبل محكمة الجن. هذه هي حلقة اليوم باختصار: محاكمة الجن لشاب يمني قتل واحدا منهم عن طريق الخطأ. طبعا لا داعي أن أقول لكم أن الموضوع تسبب في ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء الناس بين مكذبين ومصدقين لهذه الحادثة. ففي أي صف أنتم؟ ما رأيكم في هذه الحادثة؟ أنتظر تعليقاتكم وآراءكم وتفسيراتكم. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا التفاعل على الفيديو عبر الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. شكرا لكم، في أمان الله وحفظه.